السلام عليكم متتبعين ديال قناه شهيوات ايفول كيشان. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الوصفه، يعني غندير ميني كيك بالمول العجيب اللي كتجي زوينه وفي نفس الوقت سهله. فخليكم مع المكونات وطريقه التحضير ديال هاد الميني كيك. في هاد الكيكه ان شاء الله او لي ميني كيك ان شاء الله فكنحتاجوا فيها كيف كتشوفوا هنايا الليمون ماندالين، هاد الليمون الصغير هذا. هنايا درت انايا 6 الحبات، المهم على حسب، ممكن ديروا اكثر ممكن ديروا قليل. وهنا عندي 2 بيضات هنايا، وغادي نحتاج هنايا فاني سائل، وعندي هنايا خماره. هاد الخماره هادي راه كتعادل 2 خمارات ديالنا حنايا، غادي فيها 15 غرام. وعندي هنايا الحليب، وهنايا عندي الزبده، درت 2 معالق كبار ذوبتهم. وهنايا عندي كاس عنبه ديال الزيت. وهنايا الدقيق. غادي نشوف دابا شحال غادي تهز ليا، واش غتهز ليا 2 كيسان اولا 3 الكيسان. المهم انا غادي نبدا نخلط وانتم معايا. هنا اول حاجه كناخذ هذا البول، هذا اناء اللي غادي نخلط فيه. هنايا الليمون راه غادي نديرو بالقشره ديالو، يعني ما غاديش نقيه، يشوف لا يكون فيه العظام ديالو، يعني النواه ديالو الا كانوا كتحيدوهم باش ما يمرروش لينا الكيك. لا ما فيش صافي، كتقردوه مع الكرقاق. هنايا بعد ما قردتهم غادي نطحنهم. المهم خديت هذا الطحان هذا، طحن بسم الله. المهم انا غادي نطحن هذا الليمون ونرجع معكم ان شاء الله. صافي هنايا بعد ما طحنت الليمون على هذا الشكل، ناخذ هنا البيض بسم الله. هنا غادي ناخذ الخلاط الكهربائي وغادي نطرب هذا البيض مع الليمون بسم الله. هنا غادي ناخذ سنيده، نسيت ما ذكرتها لكم في المكونات في الاول. غادي نضيف 7 المعالق ديال السنيده بسم الله. 2 3 4 5 6 7. وغادي نعاود نطرب مزيان هاد السنيده مع البيض والليمون بسم الله. غادي نضيف هنايا الزبده والزيت، وبهذا الكاس هذا اللي عبرت به الزيت هو اللي غادي نعبر به الحليب. هانتوما وصافي. هنا ما غاديش نخلط بالباطو، غادي نخلط غير هكا بهاد الذرات ديالو، غير بهاد الفوي ديال الذره. هنا غادي نضيف واحد شويه ديال الملحه، غير شويه، وغادي نضيف واحد شويه ديال الخل الابيض. وهنايا غادي نضيف معلقه صغيره ديال فاني سائل. بالنسبه اللي ما عندوش هذا الفاني السائل فيمكن يدير الفاني العادي. انا عندي بجوج ولكن فضلت ندير هذا السائل هذا. وصافي غادي نخلط هاد المكونات. هنا غادي ناخذ الفورس وغادي نعبر بنفس الكاس اللي عبرت به الزيت والحليب، غادي نعبر به دقيق الفورس. هنايا ديجا الدقيق هذا راني غربلته، يعني منخول قبل. هنا درت هنايا كاس. المهم انا غادي نخلط وغادي نشوف شحال من كاس غادي تهز لي هذا الكيك. هذا هو الكاس الرابع. غادي نضيف هاد الخمارات هادو، غادي نغربلهم.
ضروري تغربلوهم حيت كيكون فيهم دوك الحبيبات، يكونوا دوك الكويرات صغيورين وكيبقاو لينا في الكيك ملي كطيب شتو. فمن الاحسن تغربلوهم. وصافي هنايا غادي نخلط وغنشوف واش غادي تحتاج مازال الفرص، يعني واش غنزيد مازال الفرص ولا لا. انا كيبان ليا 4 الكيسان كافيين، حتى على حسب النوعيه ديال الفرص. كاين الفرص اللي كيتشرب دغيا، كاين اللي لا. فداك الشيء علاش ديما كتعبروا وكتشوفوا. وصافي هذا هو الخليط اللي بغيت نحصل عليه. يعني خصها تكون فحال هكا. يعني هزت ليا 4 الكيسان، اللي هزت ليا 4 الكيسان علبه، يعني ربع ديال الفرص، 250 غرام ديال الفرص هي اللي هزات. واخا تشوفوا هذا الخليط بحال هكا مفرشش، راه هذوك القشور ديال الليمون هما اللي داير بحال هكا، حيت ما بغيتش نطحن الليمون بزاف حتى يتنيل. فبالعاني يعني اكسبري خليته هكا، خليته شويه مفرشش، ما بغيتش نيلو مزيان. انا الكيكه تعجبني يبقى فيها هاد القشور هذا ديال الليمون. شفتوا؟ المهم ندوز دابا باش نوجدوا ليمون اللي غادي ندير فيهم الكيكه. هنا كيف كتشوفوا خديت هاد الليمون العجيب، الليمون هادو الصغار ديال مول العجيب، خديتهم ودهنتهم بالزبده ورشيت عليهم الدقيق وحطيتهم هنايا في الصفيحه ديال الفرن. هنايا غادي ناخذ هذا ديال البانكيك ديال الكيكه، الخليط ديال الكيكه. الا بغيتي ديروه بشي حاجه باش ما تخسرش ليكم ولا شي حاجه، غادي ناخذو غادي ندير فيه هذا الخليط هذا ديال الكيك. بسم الله. وهنا غادي نبدا نعمر. بسم الله. ما تعمروهمش بزاف لانه يقدر يفيضوا، كتعمروا فيهم غير النص. اللي تبان لكم ناقصه شويه كتزيدوا فيها. هذه خصني نزيد فيها مازال. وصافي هنايا غادي نديرهم في الفران، غادي نشعل عليهم غير لتحت تبدا طيب شويه من التحت، وغادي نشعل الفوق. صافي ملي تبدا تحمر غادي نطفي عليها درجه الحراره 180. هنايا غادي ناخذ باش نصايب كريم باتيسير. فغادي نضيف 2 كيسان ديال الحليب، يعني ما يعادل 4 الكيسان و3 الكيسان عنبه، حيت هادو كيهزو كاس ونص ديال العنبه. انا هنايا درت 3 الكيسان عنبه ديال الحليب. المهم هنايا كديروا الحليب على حسب العدد ديال الليمون اللي عندكم. الا كانوا ليمون قلال فانا تما عندي 12 عندي 12 المول، فيلا غادي يقدني فيه تقريبا سيترو ديال الحليب هو اللي غادي ندير. والا كان غير نص، الا كانوا غير 6 فكديروا النص ديال الكريم باتيسير، حيت هذيك الكيكه فاش كطيب دوك المول العجيب ما كتجيش غارقه بزاف. هذاك الشيء علاش ما غاديش نحتاجو بزاف ديال الحليب. غادي نضيف دابا 2 معالق كبار ديال سنيده. المهم السنيده كتبقى على حسب الذوق، الا كانت عزيزه عليكم الحلاوه بزاف فكديروا 3 المعالق حتى 4. اذا ما بغيتوش تجي الكريم باتيسير حلوه بزاف كديروا غير 2. هنايا عندي كريم باتيسير، غادي ندير 2 معالق كبار ديال كريم باتيسير. بسم الله. ودائما كديروا شويه ديال الملحه. وصافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان وغادي نديرهم فوق النار. هنا نسيت، فبغيت نزيد بيضه هنايا، لانه انا ديما كريم باتيسير كنزيد فيه بيضه باش كيجي زوين. بسم الله. ونعاود نخلط. ملي كتزيدوا فيه بيضه راه كيجي زوين، كيجي مذاق ديالو زوين.
حيت مازال من بعد غادي نزيد الفاني. صافي دابا غادي نديرو فوق النار. كيف قلت لكم غادي نديرو هنايا فوق النار، يعني فوق العافيه، وغادي نخليه يعني غنبقى نخلط وهو فوق البوطه حتى يبدا يطبخ ونطفي عليه. هانتوما هنايا بعد ما طاب كريم باتيسير حيدتو فوق البوطه. هنايا غادي ناخذ نص معلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نضيف واحد شويه ديال الفاني سائل، تقريبا معلقه صغيره، وغادي نخلطهم مزيان. بسم الله. الريحه طالعه زوينه. هانتوما هذا هو القوام ديال الكريم باتيسير، يعني هكا كيكون. ما كتخليوش عاقد بزاف وما كتخليوش ثاني يكون جاري بزاف. هذا هو القوام ديالو. صافي غادي نخليه على جانب بين ما طابت لينا الكيكه ونرجع معكم ان شاء الله. وهما لي ميني كيك بعد ما خرجتهم من الفران، هادو غير كملت بيهم، هادو ديال الطاغط كملت بيهم. بقى ليا الخليط وكملت في هاد الليمون هادو ديال الطاغط. وهادو هما شفتوا كيف كتجي. بعد ما ديموليتهم من الليمون، فهنايا خديت كريم باتيسير عاود درتو في الكاس، وغادي نبدا نكبو هكا. بسم الله. كتاخدو معلقه صغيره وكتبداو تسرحوا داك كريم باتيسير. كيجيو زوينين هاد لي كيك هادو، كيجيو لذاذ. وصافي هنايا كتاخدو كتزينوهم بالفيرميسيل ديال الشوكولا على هاد الشكل، ولا كتخليهم هكا كيجيو زوينين. بطبيعه الحال كتخليو الكريم باتيسير حتى تبرد عاد باش ديروا فيها هاد الشوكولاته هذا باش ما يذوبش. هنايا بغيتو ديروا الكوك حتى هو ديروه كيجي زوين. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما زينتهم هكا بالشوكولاته والكوك، كيجيو زوينين صراحه. هاد لي كيك هادو غير جربوهم راه كيجيو لذاذ، وبالخصوص الليمون ملي كديروا بالقشور ديالو فكيعطي واحد النكهه زوينه في لي كيك. المهم هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، هذه هي الكيكه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، كنتمنى ان شاء الله هاد الميني كيك يعجبوكم وتجربوهم. وهنايا غادي نقول لكم خليتكم الراحه، وانتظروني ان شاء الله فيديو جديد على قناتي وقناتكم شهوات إيفول كيشان. خليتكم على خير.